كاينين قصص كتيرة في المغرب بقات عايشة مئات السنين، ولكن كاينة قصة مختلفة على أي قصة أخرى. قصة فيها الحب والوفاء والتصوف وحتى طقوس غامضة. اليوم غنهضروا على لاله عيشة البحرية، المرأة اللي كيزوروا الضريح ديالها آلاف ديال الناس، خصوصا النساء اللي كيقلبوا على الحب والزواج، واللي بزاف ديال المغاربه كيسمعوا باسمها، ولكن قليل اللي عارفين القصه الحقيقيه ديالها. انا جيت اليوم باش نعاودها لكم من الاول ديالها حتى الاخر، وكنتمنى تبقاو معايا حتى الاخر. واش كانت فعلا المراه حقيقيه ولا مجرد اسطوره صنعها الخيال الشعبي؟ واخا يكون الجواب في قصتها بقات حاضره حتى اليوم، بل اكثر من هاد الشيء، من بعد من اكثر من 850 عام كاع كامله. رجع ضريح للعيشه البحريه كيعيش نفس الغربه اللي عاشتها مولاته في حياتها. سنوات طويله كان الضريح دايرين به الاكواخ والمحلات والزوار، والحركه ما كتوقفش فيه. ولكن اليوم من بعد ما حيدوا السلطات جميع البنايات اللي كانت دايره به، بقى الضريح واقف بوحده كيشوف في البحر وكانه رجع لاول نهار دفنت فيه صاحبته. المكان دابا هادئ بشكل غريب، غير صوت الامواج والريح وضريح بيض صامد قدام محيط الاطلسي في مصبة نهر ربيع قريب من مدينة أزمور، وكل حجرة فيه كتبان أنها مخبية سر عمر قرون. كيتقال أن المرأة المدفونة هنا ما كانتش مغربية الأصل، ولكن جات من بغداد. علاش؟ جات على قبل واحد الراجل اللي هي بغاته في حياتها. رحلة كانت طويلة، دازت من الصحاري والبحار آلاف الكيلومترات، وكل هادشي على قبل لقاء واحد واللي كان كامل أمل. ولكن القدر كان عنده رأي آخر. وصلت للمغرب ولقات باللي الراجل اللي كانت كتقلب عليه مات، ومن داك النهار تبدلت حياتها. بقات كل مرة كتمشي حدا البحر بوحدها حتى ماتت، وحتى دفنوها في هذا المكان اللي ولا واحد من اشهر الاضرحه في المغرب. واليوم من بعد من اكثر من 8 ديال القرون مازال الناس كيجيو ليها. كاين اللي كيكتب امنياته بالحنه فوق الجدران، وكاين اللي كيدعي بالزواج، وكاين اللي كيقلب على الرجوع للحبيب، وكاين اللي غير باغي يعرف شكون هاد المراه اللي تحولت من قصه حب لاسطوره خالده. اذا شكون هي لاله عيشه البحريه؟ واش فعلا كانت امراه عراقيه عشقات وليا مغربي، ولا هاد القصه كامله غير اسطوره تناقلها الاجيال حتى ولا جزء من التراث المغربي؟ باش نجاوب على هاد الاسئله خصنا نرجعوا اكثر من 850 سنه لور، وهذه غير المقدمه ديالنا. انا جاياكم، ومن هنا كتكمل مباشره في الجزء اللي انا عطيتكم، الرجوع للقصه ديالنا، واللي هي غادي نرجعوا 8 ديال القرون للور. باش نفهموا القصه ديال لاله عيشه البحريه خاصنا نرجعوا لاكثر من هاد 8 القرون، بالضبط للقرن 12 ميلادي. في ديك الفتره كان كاين واحد الوالي صالح مشهور في المغرب سميتو ابو شعيب ايوب الساريه، المعروف كذلك بمولاي بوشعيب الرداد. المهم انا هاد السميه الثانيه ديال مولاي بوشعيب الرداد كنت كنسمع بها، ولكن سميتو كاع كامل الاصليه ما عمرني سمعتها. كان من كبار المتصوفه واشتهر بالزهد والعلم، كان زعما عالم. وكتقول المصادر التاريخيه انه سافر لبلاد المشرق باش يطلب العلم، وزار بزاف ديال المدن ومن بينها بغداد. وهنا كانت كتبدا الروايه اللي خلات اسم لاله عيشه البحريه يبقى حي حتى اليوم. كتقول الحكايه الشعبيه ان مولاي بوشعيب وهو في بغداد حضر الجنازه ديال واحد من الشيوخ الصوفي الكبير، الشيخ الصوفي الكبير. في وسط الناس اللي كانوا حاضرين كانت فتاة شابة من عائلة معروفة وسميتها عيشة. تبعوا معي الأحداث. أول ما شافت الشاب المغربي شدها فيه شي مختلف، ما كانش لابس لباس الملوك ولا كان غني ولا كانت عنده هيبة ولا وقار، بالعكس بين عليه أنه رجل صالح. تعلقت به وحتى هو تعجب بها وتعجب بالأخلاق ديالها. ومع مرور الوقت تولد بيناتهم حب كبير وبداو كيتمنوا يتزوجوا، ولكن الحياة ما كانتش غادي تمشي في الطريق اللي هما كانوا باغيين. كتقول الروايات ان عيشة اولا العائلة ديال عيشة رفضت هذا الزواج، وكان السبب هو لون البشرة ديال مولاي بوشعيب اللي كان اسمر، وبالنسبة لهم هذا الشيء ما كانش مقبول. شوية ديال العنصرية كاينة بزاف، ماشي شوية. وهكذا اضطر مولاي بوشعيب يرجع للمغرب بوحده.
يعني تفارق معاها بسبب هادشي اللي داروا العائله ديالها. ولكن قبل ما يتفارقوا وعدات عيشه بانها عمرها ما غادي تتزوج وغتبقى وفيه ليه حتى لاخر نفس. هنا كيدخل الجانب اللي كيخلط التاريخ بالاسطوره. الروايه كتقول ان عيشه بقات سنوات طويله كتسنى حتى وصلها خبر وفاه مولاي بوشعيب. في اللحظه اللي سمعت بالخبر قررت دير حاجه ما كان حتى واحد متوقعها، خرجت من بغداد وبدات الرحله الطويله نحو المغرب. تخيل معايا مراه بوحدها في داك الزمان كتقطع الاف الكيلومترات عبر الصحاري والجبال والبحار غير باش توصل للراجل اللي بغاتو. ولكن ملي وصلت الازمور كان كلشي سالم، مولاي بوشعيب كان توفى وما بقى ليه حتى شي حاجه من غير القبر ديالو. كيتقال انها اختارت تبقى قريبه منه حتى وهي متوفيه، ودفنوها قريب من البحر اللي كيصب في نهر ام ربيع. ومن هنا جا الاسم اللي معروفه به للجميع، لاله عيشه البحريه. والبحريه جايه من البحر، ولكن القبر ديالها كاين على حافه البحر. ولكن هنا كيتطرح واحد السؤال مهم، واش هاد القصه وقعت فعلا؟ الباحثين كيقولوا ان ما كاين حتى شي وثيقه تاريخيه مؤكده كتثبت هاد التفاصيل، وما كاين لا عقد زواج لا رسائل لا مخطوطات كتاكد على ان عائشه كانت موجوده بهذا الشكل. يعني القصه كتعتبر من الروايه الشعبيه اللي تناقلوها الناس عبر الاجيال والاختلاط فيها التاريخ بالخيال. رغم ذلك الشهرة ديال لاله عيشه البحريه كبرات من مور زمان، يعني مور بزاف ديال القرون عاد زادت تشهرات اكثر واكثر. اليومنا هذا حنا مازالين كنسمعوا بالاسم ديالها، وضريحه ولا واحد من اشهر المزارات الشعبيه في المغرب وكيمشيو لها الناس بزاف، وخصوصا العيالات كيجيو قال لك عندهم كيامنوا بهم وكيامروا بان دوك الزيارات ودوك الذبائح وداك الشيء كيحققوا لهم الامنيات. واخا داك الشيء كامل راه غير شرك بالله، حنا متاكدين من هاد اللعيبه. ولكن عاوتاني كل واحد وعقلو كي داير. كاينه قال لك اللي كتجي تطلب الزواج، كاين اللي كتطلب قال لك رجوع الحبيب، كاين اللي كتدعي باش تلقى النصيب ديالها خصوصا في عاشوراء. الضريح قال لك كيعرف واحد الاقبال كبير، ماشي غير هو، بزاف ديال الاضريحه كيعرفوا واحد العمريه بزاف، كيجيو الزوار من جميع بقاع العالم. كاين اللي كيجيبوا الفضول وكاين اللي كيجيبوا شي غرض كيصحاب له انه غيتقدى. وحتى اليوم باقي كاينين اثار ديال الكتابات بالحنه على الجدران ديالها، والرسائل والامنيات كيخليوهم الناس كانهم كيهضروا مع لاله عيشه وبانها هي غتحقق لهم داك الشيء. ولكن من المهم نوضحوا واحد النقطه، هاد المعتقدات هي جزء من التراث الشعبي، يعني ما عندها حتى شي اساس ديني كيثبت ان زياره الضريح او الكتابه عليه كتجيب الزواج او كتغير الاقدار اللي ربي اصلا مكتبها. الدعاء والرجاء بحسب الاسلام كيكون لله بوحده، يعني ما يمكنش تمشي تدعي لشي حد اللي هو بحالك بحاله، ما يمكنش. يعني الا كنتي باغا تدعي ولا باغا شي حاجه تقدها لك غتمشي غتكوني وغادي تدعي صدي ربي، غتصلي وغدعي صافي. ما كاينش شي حد غنمشيو عنده ولا ما كايناش هذيك القضيه، ما كايناش. ومن اكثر الحوايج اللي كيديروها الناس فيها الخلط هما انهم كيصحابوا ان لاله عيشه البحريه هي نفسها عيشه قنديشه، ولكن هذا الشيء راه ماشي صحيح. لاله عيشه البحريه مرتبطه بحسب الروايات بقصه حب ووفاء، اما عيشه قنديشه فهي شخصيه اسطوريه مختلفه تماما كيصوروها الخيال الشعبي ديالنا على انها من عالم الجن، وارتباط ديالها بالاسم ديالها هو الخوف وحكايه مرعبه. وكاين حتى شخصيه ثالثه اللي هي سميتها عائشه كونتيسا اللي كتربط بفتره الاحتلال البرتغالي للمغرب، وكيتقال انها كانت كتستدرج الجنود البرتغاليين وكتقضي عليهم، واخا كانوا كيخلطوا بين عائشه كونتيسا وعائشه قنديشه. يعني هاد ثلاثه ديال الشخصيات مختلفين على بعضياتهم رغم تشابه الاسماء، كيتشابهوا في ديك عيشه. ومن بعد مرور السنين بقى ضريح لاله عيشه البحريه واقف قدام البحر كيشاهد هاد القصه وكيقول للبعض انها حقيقيه، وكاين وحدين اخرين كيقولوا انها مجرد اسطوره، ولكن الاكيد انها ولات جزء من الذاكره الشعبيه المغربيه. وباقي الكثير ديال الفضول وكل واحد كيسمع بالاسم ديالها، لاي واحد كيسمع بالاسم ديالها لا دابا لا من بعد. وهكذا غادي نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. هنا كتسالي الحكايه ديال لاله عيشه البحريه، ولكن الاسئله اللي كتخلي وراها وما كتسالاش، واش كانت فعلا امراه جات من بغداد وضحت بحياتها كامله من اجل حب واحد، ولا هاد القصه مجرد اسطوره خلقها الخيال الشعبي باش يعطي معنى للحب والوفاء والانتظار؟ الحقيقه ما كاين حتى واحد يقدر يجاوب على هذا السؤال،
ولكن اللي مأكد هو أن ضريح لاله العيشة البحرية مازال صامد ليومنا هذا قدام الأمواج ديال المحيط الأطلسي من بعد من أكثر من 850 عام، ومازال كيجذب الزوار والباحثين على الأسرار والمؤرخين وحتى الناس اللي كيامنوا أن المكان روح لذاك البلاصه واحد الروح خاصه. من بعد مرور الزمن تبدلات المدن وتبدلوا الناس، تبدلوا الاكواخ والمحلات، وحتى البلاصه اللي محيطه بداك الضريح اختفات، ولكن الحكايه بقات كتناقل من جيل لجيل، وكأن البحر نفسه حافظ تفاصيلها وكيرويها لكل واحد كيوقف قدام هذا المكان. يمكن عمرنا ما غنعرفوا الحقيقه كامله، ولكن بعض القصص ما كتبقاش مهمه لانها وقعت فعلا، بل لانها كتعيش في الذاكره ديال الناس وكتصبح جزء من هوايتهم وتراثهم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد تلفت، وكتبوا لي في التعليق واش كنتوا سامعين بالقصه ديال العيشه البحريه من قبل، واش اكتشفتوا انها قصه حقيقيه ولا مجرد اسطوره شعبيه. نشوفكم في فيديو جديد مع لغز جديد او حكايه اخرى ومن اغرب الاسرار المغرب والعالم.